انطلقت بالرباط أشغال الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها على الخصوص رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العالمي وممثل منظمة دولية وعربية بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين والتي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد اللطيف المنوني. كما يسعى المنتدى الذي تميزت جلسته الافتتاحية بعرض شريط يستعرض المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الإسكان والتعمير وإعداد التراب ومحاربة السكن غير اللائق إلى مناقشة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه البلدان العربية من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 والتي تعد بمثابة رؤية المنطقة نحو تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. من الضروري تغيير العقليات في مجال إعداد التراب. يجب التحلي بالشجاعة الضرورية لتدبير مجال التعمير بشكل يجعله محركا لدينامية النمو وخلق ثروات وتحقيق التنمية المستدامة. ويشكل المنتدى الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابعة للبرنامج الأممي فرصة للمنطقة العربية للتداول حول سبل المضي قدما نحو تعزيز التحضر كعامل أساسي نحو تحقيق التنمية المستدامة.